السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناة توب جلوبال 1. أم، الفيديو ده موضوع الاساسي عن بيدريك في الاكس بي لين. تمام، بيدريك في الاكس بي لين. طبعا وانا اصلا بصور الفيديو. تمام. ده من الفيديوهات يعني القليلة اللي انا بصورها صوت وصورة. يعني انا دلوقتي وانا بصور انا برضو بسجل، مش زي الفيديوهات اللي فاتت. اوكي، عايزين ندخل بيدريك اكس بي لين. اوكي، مارسيل برضه اختيار كويس في التجوال دلوقتي، هو اصلا ميتا. بس يا رب ما يختاروا بيلريك، يا رب ما يختاروا بيلريك. هم اختاروا بيلريك، هيختاروه؟ لا. نشجع العيال تاني على ان هم يطلعوني. تمام. طبعا بيلريك دلوقتي ينفع اكس بي، يعني بيلريك دلوقتي ينفع تجوال وينفع اكس بي. تمام، هو اختيار كويس كمان جدا في الاكس بي. انا افتكرت هنا طبعا هو هيختار بيلريك، يعني جونيفر افتكرته هيختار بيلريك. تمام، حاليا داخلين ببيدريك ومارسيل، كمان زاسك في الميد اختيار مش وحش. بس الفليم شوت دي مش هتساعده، ان انت لحد دلوقتي مفيش غير اتنين اختاروا، وما عندك استنين، يدورا وجونيفر. فانت لو اتقفشت مش هتلحق تعمل الالتيميت، فاهم؟ المفروض يعني حاجه كده بالادراك ان انت تختار تنقية. ولو اختاروا مينيتور هيبقى تلاتة دلوقتي. اختاروا مينيتور اهو كده، انت عندك يا باشا تلات اسطمات. مش تلات اسطمات، تلات اسطمات على الأقل. فيرست ميليتور، وسكند يودورا، والسكند بتاع جونيفر. المفروض تجيب تنقية. المفروض يغير التنقية، المفروض. اوكي، معاهم ليزلي في الرامي طبعا. انت أول لما تشوف بيلريك ضدك فما تختارش رامي بتاع اتاك سبيد زي مايا وكلاود وموسكوف. اختار حاجة زي برودي أو ليزلي، طبعا حاجة بتكون برضو بتعرف تلعب بيها يعني. هنا دخل من ستار جولد لين. بشوف من ستار جولد لين، ولكن يعني مش بتبقى ليها ادوار قليله قوي ومش في السولو. يعني ده دور سولو، انا داخل لوحدي، فاهم؟ وغالبا هتلاقي كل دول برضو ايه لوحدهم، غالبا يعني. يعني هو هنا بيقول له ما شاء الله انت ليه دخلت من ستار. هو مش يوسون شين الجانجلر بتاعنا مش عاجبه اختيار من ستار جولد. وانا شايف ان ده منطقي. يعني انت على اي اساس يعني؟ طبعا هنا هو اختار مارتس. ليه بقى اختار مارتس؟ عشان يخلي من ستار ليه لازمه يعني. تمام. لان بالمناسبه من ستار يقدر يلغي السكند بتاع مارتس. حتى هتقول لي في ناس هتقول لي طب السكند بتاع مارتس بيتدهب فيها زي يلغيها؟ لا عادي، بيلغيها، بيلغي اي داش. تتدهب بقى ما تتدهبش، اوكي. طبعا تتدهب دي معناه ان انت بتكون يعني اميون، فاهم؟ اوكي. طبعا هنا انت هتبص هتقول بيلريك، ويعني مفيش حاجه يعتبر عندهم اتاك سبيد عاليه، فمش مهم، مش هتبقى قوي أوي. بالعكس، بيلريك عادي بيبقى قوي اذا كان ضده حاجه اتاك سبيد عاليه، او يعني مش لازم يكون ضده حاجات اتاك سبيد عاليه، لان هو هنا نستفيد من قوه التحمل بتاعته. تمام. آه نراجع تاني الفريقين كده على السريع زي ما بنعمل كل دور. معانا مارسيل في التجوال من ستار جولد، زاسك ميد، ايشون شين جانجلر وانا خبرة، جينيفر قصادي في الخبرة، ليزلي جولد، يودورا هتبقى الميد، مينيتور هيبقى التجوال، في الاخر مارتس هيكون هو الجانجلر. احنا كده بنتكلم في الدور. يا ريت ايه ما تديلناش، ما تنساش تدينا كده الاشتراك الجميل بتاعك. لو عجبك الفيديو دوز زر اللايك، حاجات كده بتدعمنا كده. ما تخافش، مش هتخسر اي حاجة خالص. بالعكس، كل فيديو ان شاء الله انزله يجي لك اول باول ان شاء الله. طيب طبعا هنا ممكن نلعب اجريسيف قليلا قليلا. مع ان انت كده كده لو بتلعب بشخصيه تانكي او مش تانكي قدامك جونيفر، يعني الافضل تكون سيف، لانها دمج عالي جدا ما شاء الله. والسكند بتاعتها تمام، حصل اي جنك عليك وانت واخد السكند بتاعتها فخلاص. طبعا هنا اوكي، انا لقيت التيم بتاعي بيهجم على المارتس. حاولت هنا نعمل اي حاجه، بس الجانجلر ما جاش، ده اللي انا بقول عليه.
هنا بص هيحاول يقرب مني، يعني هو خلاص شايف ان انا هيلي قليل. اظن ان ما هو هنا ملحقش المنيون اللي اتفقد ده. طبعا هو هنا بيحاول يبعدني، بس انا هقرب المنيون. هو دي مشكلة جونيفر، يقعد يهوش عليك تلاقي الهيلينج بتاعك كله قل. طبعا هنا هو بيحاول ايه يقرب اللين من ناحيته. تمام. طبعا انا هنا كنت عارف ان هو هيطلع، فعشان كده عملت الدايره اللي هي الانتقام دي. تمام. لانها مش غير ان هي بتعكس جزء من الدمج، هي كمان بتقلل الدمج اللي انت بتاخده نسبة بسيطة، بس ماشي دي احسن من ما فيش. طبعا بيلريك بتكون يعني بتكون قوته بيكون في اقصى قوته في التيم فايت، خصوصا لو عمل الالتيميت صح بيبقى حاجة يعني ممتازة. وميزة بيلريك في طريق الخبرة ان انت ما بتبقاش محتاج جنك. تمام. وحاول برضو حاول ما تختارش بيدرك بسرعة قوي، عشان ممكن تلاقي ضدك دايروس او اكسبورغ بيبقوا صعبين جدا على بيدرك، لانهم كاونترات تقيلة. يعني جينيفر مزعجة لأي بطل، لكنها برضو مش كاونتر قوي. طبعا هنا جينيفر سابت اللين خالص. انا عملت الميسنج، هيتفاجئوا بيها ان انا عامل ميسنج. تمام. ما اوكي، هي ظهرت قبل ما تبدأ تهجم. طبعا ده فرصتي، انا مش هلحق جينيفر، انا عارف ان انا مش هلحق جينيفر. يعني لو انا كنت ماشي ورا جينيفر كنت اوكي، لكن انا مش هلحق جينيفر، فانا هاخد من جولد التاور. يا جماعه زي ما انا قلت كذا مره، جولد التاور ده انت اول لما تلاقيه خد منه على طول. هم هنا قتلوا جينيفر، ده ممتاز. ليه؟ لان جينيفر انا تقريبا ما عملتش حاجه، يعني خدت اسيستين، مش حاجه مقارنه باللي انا خدته وضيعت، واديها ضيعت وفتين. تمام. ف فمش حركه كويسه. طبعا انت لما يكون ضدك جينيفر في اللين تكون واخد بالك جدا. يا جماعه بيلريك حاول ما تقفش تحت تطور العدو كتير جدا، خصوصا ضد حاجه زي جونيفر. ليه؟ لان انت هتطلع الباسف، فالتور حتى لو كانش بيضرب فيك في الاول هيبدا يضرب فيك. تمام. وانت واخد ستان، وهتقعد بقى تاخد الستان بتاعت الالتيميت، هتلاقي نفسك مت. فانت لو حتى بتاخد في جولد التور وحاسس ان العدو هيجي في اي وقت، الافضل تهرب، حتى لو هتضحي بشويه جولد مش مهم، احسن من ما تموت خالص. فاهم قصدي؟ طبعا هي هنا ايه هدفها؟ يعني زي ما بيقولوا كده، هي بتعمل كر والفر، تهجم تقلل دمج هيلسي شويه وترجع. طبعا انا مش هدخل في حدود طورها خالص، لانها زي ما انا قلت لو مسكتني. هي هنا طبعا فهمت ان ما يوشن شان عمل الالت، يعني هي فجأة هجمت. تمام. ويوشن شان عمل الالت، يعني ما كانتش حركة حلوة. كان الافضل يصبر شوية، هي كده كده بتهجم لوحدها، فكان يصبر شوية ويدخل عليها مرة واحدة بالالت. طبعا انا لو كنت شخصية عادية ما اظنش ان انا كنت هستحمل كل الدامج ده، لكن عشان انا بيلريك، برضه بيلريك تانك اصلا، كنت بلعب بشخصية تانكية. لو لاحظتوا فوق، لو كنتوا مركزين في المابا فوق، كان في هجمة كويسة جدا مننا، بس يوسف شن ما كانش معاها، كنا ممكن نقتل مارتس فيها. هو عمال هنا بيهوش، حاسه مش هيستفيد أي حاجة. طبعا أنا كليرت الويفة بسرعة. تمام. هنروح نساعد التيم، أو على الأقل حتى نساعدهم في التيم فايت. هو أنا قتلوا المينيتور، أكيد هيحصل تيم فايت. تمام. طول ما الميد مش في الميد لين خد الويف عادي، بس طول ما هو مش في الميد لين يعني هو في تيم فايت، كده كده الويفة بتاعته هتضيع، أو هيجي أي حد ياخد الويفة اللي قصاده، والويفة بتاعته تموت من التاور، فأنت خدها. طبعا انا هنا سبت اللين، المفروض يجي شان على طول يجري على الترتل، كلنا حواليه. تمام. اوكي، هو جه على طول، يعني هو متأخرش. دايما لو في ترتل او لورد وانت قريب منها، سيب اللي في ايدك وروح ليها على طول. تمام. طبعا ده لو انت اي حاجه غير الجانجلر انت لازم، لكن انا بتكلم ده لو انت اي حاجه مثلا ميد او جولد. هنا انا هكلير الويفن، المفروض التيم ما يفايتش وانا مش موجود معاهم، لان هم اقل في العدد. تمام. يعني دي برضو حاجه في العقل، يعني يا جماعه انتوا اقل بالعدد، المفروض ما تواجهوش. وهنا جونيفر اظن عملت فليكر. تمام. هو تيم اصلا ما شاء الله عليهم، يعني واضح ان هم
بيلعبوا كويس يعني، بيلعبوا عدل. هنا انا ثبتهم بالالتيميت، وهنا بتظهر زي ما انا قلت قوة بيلريك الحقيقية. لعيب لعيب. مونستار عملها جميلة قوي، سحبة ليزلي جميلة قوي. زي ما انا كنت بقول، هنا بتظهر قوة بيلريك الأساسية. ايه قوته الأساسية؟ قوته الأساسية في التيم فايت. ومش لازم اول ما تدخل التيم فايت تعمل الالتيميت بتاعك، اصبر للحظة المناسبة يكون قريب منك 2 3 وادي الالتيميت على طول. وبيلريك يا جماعة بيطلع دمج عالي قوي، فاهم؟ بيطلع دمج عالي، وكمان دمجه سحري يعني. فاغلب الحاجات ما بتقفش. طبعا هنا برضو تيمي عمال بيفايت. يا جماعه انتوا اقل في العدد ما تختاروش. وانا ده برضو قلتها في فيديوهات قبل كده، مش معنى ان انتوا متفوقين ان انتوا هتكسبوا. خصوصا اول فيديو في القناه كان نفس فكرته بالظبط. طبعا انا هنا مقترح مع التيم فايت، بس انا يعني الويفا الهيلينج بتاعها قليل. هنا انا خليت مارتس يعمل الريتري بتاعته كويس. تمام. ان انت تجبر البطل العدو اللي قدامك يستخدم الانتقال او الريتري او اي حاجه من اللي معاه، فده بتبقى حاجه كويسه جدا، لان هيدخل التيم فايت من غيرها. طبعا الريتري مختلفه شويه عن بقيه المميزات. ليه؟ لان الريتري بيتحمل بسرعه نسبيا يعني، فلان تنبيه. اوكي، المفروض ان نكون جاهزين مش عارف صراحه ايه اللي هيقتلها. اوكي، عايش عايش. وكده كده يعتبر كاونتر ليها، لانه بيلغي ليها السكند والانتقال، فهي مستحيل تهرب. فاهم؟ نحاول نضغط على مين. جبناه. طبعا مارتن حاول يهرب. هنا احنا سيبناه لورد، وانا شايف صح ان ده افضل يعني. احنا متفوقين، فالاحسن طول ما انتم متفوقين كده في الايرلي، فحاول تضغط تخلص الدور، يكون افضل ليك يعني. وهنا عايز يصطاد اي حد فيهم. انا هنا هضيف. انا سرقت الكل يعني، اللي تخيل الباسف بتاعي سرق الكل. هو حرفيا ما عملش اي حاجه، انا ما عملتش اي حاجه. تاور ضربني، راح الباسف بتاعي جه على يدورا سرق الكل. يا جدعان في ناس يعني حرفيا بتتجنن لما يتسرق منها الكل. والله في ناس قبل كده كانت بتترول عشان بيتسرق منها كلات. يعني عمال اللي بيتسرق منها كلات يقول لك ده انا، طب ده انا هترول. يا عم انا شايف يعني مش الدرجات دي. وبعدين كان ممكن انت اصلا ما تقتلوش يعني، لولا ان هو قتله كنت انت ممكن ما تقتلوش. فاهم قصدي؟ في ناس بتسرق الكلات رخامه ورزاله. بس خلاص عادي، اهم حاجه ان انتوا ما دام متفوقين وبتكسبوا الدنيا مية مية. المهم نرجع تاني للدور. طبعا هنا المفروض ما نكلرش الميد. تمام. المفروض نسيب الميد. طبعا التيم هنا مش فاهم حاجه ما شاء الله. المفروض انت تروح للناحيه قصاد اللورد، يعني اللورد هنا في طريق الخبره، تروح انت فوق الجولد وتسيب الميد. ليه؟ لان الميد بيوصل اسرع. هنا برضو التيم دخل تيم فايت. يعني انتوا يا اولاد الحلال داخلين ليه تيم فايت وانتوا عددكم اقل؟ انا مش موجود والميد ما كانش موجود، كان لسه كان ميت. طبعا هنا اللورد هم كلهم واقفين عند الناحيه التانيه في اللورد، فانا مستغل الكلام ده وببش طورات. وده الصح، ده المفروض الصح. لانهم مش هيصدوكوا انتوا الاتنين مع بعض، يا اما هيصدوا اللورد يا اما هيصدوكوا انتوا، فاللورد هياخد. هو بيحاول يسحبني ناحيه التاور. تمام. بس انا واقف صح، فهو معرفش. دايما لازم تكون فاهم الخصم اللي قدامك عايز يعمل ايه، عشان لو انت عرفت تتوقع حركته الجايه خلاص مش هيقدر يفاجئك ابدا. طبعا كده كده انا مارتس مش قلق بالنسبه لي، اولا لان بيلك صعب قوي يقتلني، ثانيا لانه ايرلي، فاحنا الايرلي بتخلص واحنا متفوقين فيها، انت متخيل؟ دخله وحشه جدا من مارسيل، ملهاش هدف. تمام. وكان هيموت يعني، هو الراجل كان هيموت. جونيفر اتبخرت يعني. هو
انا ما اعرفش برضه هو ليه قدم قوي كده وكان بيهجم، بس هو ما اظنش ان هو توقع ان هو يموت بالسهوله دي. طبعا ده اللي انا بخايف منه، إن لما التاور يضرب فيك. تمام؟ انت بس مجرد ان انت بتطلع الباسيف على التيم العدو تحت التاور خلاص. اوكي. طبعا مشكله المارسل الباسيف بتاعه بيخلي اللعب ضده صعب جدا جدا يعني، وتقريبا شبه مستحيل تفاجئه، لانك هتفاجئه هتاخد انت ستان، انت متخيل؟ المفروض يتبند يعني. طبعا احنا هو بيلعب بمارتس فما بنهوش. اوكي، وهنا حصل لخبطه. انا خفت ان جينيفر تعمل الالتيميت تقتلني. بس خلاص. هو تقريبا قتل يوسون شين عشان كده. ما اعرفش هو فعل الالتيميت ولا لا صراحه، ما اعرفش. بس انا حسيته بيضرب اسرع شويه من الطبيعي. اوكي، نحاول ناخد التاور. مينيون دخل متاخر. حلو، كويس ان زاسك بيفهم. تمام، استغل على طول ان انا فضلت فيرست التيميت، وان المينيتور كان هيلو قليل عمل الالتيميت. بس وهو كده في ناس ممكن تعتبر اللي هو ده ضيع الالتيميت. لا، ما ضيعش الالتيميت ولا حاجه، ما دام استفدت من الالتيميت او عملت مثلا فليك عشان تجيب حد، انت كده 100 100. تمام، وخصوصا ان زاسك دلوقتي بعد البوف الاخير اللي خده في الالتيميت بتاعه بيحمل بسرعه يعني. ندي بس. لا طب والله لا اديك. طور غريب والله. المهم نرجع لوضعنا. طبعا احنا هنا ناخد لورد عادي، معهمش تانك. تمام، وحتى لو معاهم تانك احنا هنا مسيطرين. طول ما انتم مسيطرين خدوا لورد. يلا يا ولاد الحلال. التيم بتاعي مكمبر. طب ماشي، خدوا لورد. خدوا لورد واحنا هنكمبر. الناس اللي في ناس بتكمبر قصاد اللورد عشان تكفر يعني، وتوريك زي التانك مثلا. طبعا هنا اصلا هم المفروض ما يدخلوش في اي تيم فايت. انت دلوقتي انت اضعف مننا واحنا مفايدين عليكم بيه كتير، فازاي تدخلوا تيم فايت؟ مش هم اهو استسلموا، انت متخيل؟ يعني هم استسلموا. مش منطقيه. انتوا دايما لما انتوا تكونوا اضعف تحاولوا تلعبوا سيف، تحاولوا تفرموا. تحاولوا مثلا الجنجلر يحاول يسرق اللورد، لكن ما تدخلوا. هما ده حرفيا كان تيم فايت انتحاري يعني. هما اللي هو خلاص احنا يا جدعان زلنا من الدور عايزين نخلصه بس. وده يعني حاجة بسيطة من بيلر في الخبرة، ان انا كنت عايز الدور يكون اطول واصعب من كده. تمام، احنا يعتبر تاني افضل ناس في الدور وما متناش خالص. زي ما أنا قلت لك بيلر في الخبرة ما بيحتاجش يتجنك عليه. آه بيستحمل. تمام، في التيم فايت بيبقى مفيد جدا حتى لو ضده كاونتر، يعني هو بيكون افضل من الكاونتر بتاعه في التيم فايت. يعني لو انا مثلا ضد دايروس، ضد الفا، ضد اكسبورغ ما ندخل هو يغلبني في اللين مفيش كلام، لكن في التيم فايت ندخل خلاص. ونشوف هنا البيانات. تمام، يعني انا هنا عامل 35% من الدمج ضد الابراج. هل انا كنت عمال طول الدور مركز ان انا اقعد ابوش؟ لا، انا بس فترة اللورد اللي احنا جبناه استغليت وقعدت ابوش في الناحية التانية، ده خلاني ابقى 35%. انت فاهم قصدي؟ انت بتلعب هنا يعتبر بتلعب بذكاء اكتر ما بتقعد تبذل مجهود على الارض. فاهم؟ بس واخد 28 طبعا ضرر متلقي. مارسل واخد اكتر مني ليه؟ مش عشان هو كان تانك عني او كده، لا، عشان هو شارك في التيم فايت اكتر. يعني هو مشاركته في التيم فايت 72 وانا 55، ده بحكم برضو ان انا في طريق مقيد بطريق، لكن هو كان فري يعني. تمام، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك فكرة الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا ان احنا ننزل فيديوهات اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.